50 عاما على رحيل طه حسين، أين نحن من التجديد اليوم؟ ده كان عنوان للمؤتمر السنوي الأول لمؤسسة تكوين الفكر العربي اللي بيضم عدد من الشخصيات الفكرية والكتاب. وعلى الرغم من أن المؤسسة بدأت نشاطها الفعلي من فترة وعملوا لقاءات كتير مع كتاب ومفكرين، ولكن المرة دي غير، وفي 3 أسباب خلت المركز في أزمة صعبة. إيه حكاية المركز ده ومين المؤسسين ليه والهدف منه إيه؟ وهل عايزين يغيروا قيم ومفاهيم الناس عن حياتهم؟ تعالوا نشوف. المكان في المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، الزمان من ساعات قليلة، أما اللي حصل فده سبب الجدل في اللي حصل بين الجمهور. كل الحكاية إن في مؤسسة أو مركز اسمه تكوين الفكر العربي عمل حفل ضخم بالمتحف المصري الجديد أو زي مؤتمر كبير كده. أعلن المركز ده عن انطلاقه بمجلس أمناء يضم عدد من الشخصيات الفكرية والكتاب، على الرغم من إن المؤسسة بدأت نشاطها الفعلي من فترة وبدأوا يعملوا لقاءات مع كتاب ومفكرين وروجوا ليها على منصات المؤسسة على السوشيال ميديا وكمان مواقعها. إلا إن مع عقد المؤتمر السنوي الأول ليها حصل حالة من الجدل، ومن اللقاءات دي كانت مع طارق شوقي وزير التعليم السابق اللي كان ضيف فاطمة نعوت في لقاء بعنوان المناهج والتطرف، وبرضه سعد الدين الهلالي وغيرهم كتير. واللي أدار الجلسة الافتتاحية الإعلامي عمرو عبد الحميد. مجلس أمناء المؤسسة بيضم إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وإسلام البحيري وألفة يوسف من تونس وفراس سواح من سوريا. طيب هي إيه المؤسسة دي وبيعملوا إيه والهدف منها إيه؟ ببساطة وزي ما هم موضحين ومعرفين نفسهم إن الهدف من المركز ده هو وضع الثقافة والفكر العربي في أطر جديدة أكثر حيوية وتواصلا وشمولية مع المجتمع العربي، ومد جسور التعاون مع الثقافات المختلفة في عالمنا المعاصر بهدف تمهيد السبيل نحو فكر عربي مستنير يقوم على قاعدة فكرية رصينة ومتزنة وتؤسس جسورا من التواصل بين الثقافة والفكر الديني للوصول إلى صيغة جديدة في النظر. وكمان تطوير خطاب التسامح، وأن يكون في لغة الحوار والنقد والنقاش وطرح الأسئلة في المسلمات الفكرية، وتديم قيم العقل والاستنارة والإصلاح والحوار وقبول الآخر والإيمان بمبادئ السلام العالمي بين المجتمعات والثقافات والأديان. والإعلان عن انطلاق المؤسسة كان من خلال منتدى تكوين الأول في المتحف المصري الكبير، وفي إطار جلسة تحت عنوان نصف قرن على رحيل طه حسين، أين نحن من التجديد اليوم. الكاتبة فاطمة نعود بتشارك في نشاطات المؤسسة وبتقدم من خلالها بودكاست قالت: مؤسسة تكوين تقوم على النهوض بالفكر العربي والتنوير، وبدأنا إطلاق المؤتمر بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل طه حسين، وبنستعيد تجربة طه حسين اللي ما اكتملتش، مش لنقص بها ولكن في اللي بيحاربوا مشروع طه حسين التنويري. ورغم ان الهدف واضح من المؤسسة ولكن اتعرضت للانتقادات مع البعض، وحصلت الأزمة بسبب ان المؤسسين للمركز مثيرين للجدل زي يوسف زيدان وإبراهيم عيسى والبحيري. ومع انطلاق المؤسسة اتوجه ليها اتهامات، وكتب الداعية الإسلامي هيثم طلعت تدوين قال فيها: تم تدشين مركز بيضم أشخاص يشككوا في السنة والعقيدة، ودعا مؤسسة الأزهر الشريف إلى الانتباه، وخاصة بوجود طلاب بيميلوا لآرائهم. وتم إنشاء منصات للمركز على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتم عمل إعلانات ممولة بسخاء. وعلى سيرة الإعلانات الممولة بقى في علامة استفهام عن مين اللي بيمول المركز ده. يقال إن التمويل إماراتي للمركز، وفاطمة نعود ردت على جزئية التمويل وقالت: دوري مش مرتبط بالجزء المادي. كده البعض شايف إن المركز ده بيهدد القيم والمبادئ الدينية، والبعض بيقول إنه خطوة للتنوير والتفكير الحر. انتوا بقى ايه رأيكم؟